عزمنا نفسنا على الفطار، لأ وكمان ما عزمناش نفسنا بس، ده إحنا كمان عملنا أحلى صينية كنافة بالمانجا، ممكن تعملوها وتدوقوها في رمضان كده تحلية بعد الفطار. فيالّا كده بقى نصلي على الحبيب المصطفى وتعالوا نبدأ الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فيديو النهارده إن شاء الله هيعجبكم وكمان هتستفادوا منه بإذن الله، لإن كده عملنا صينية كنافة بالمانجا كده تستاهل بُقكم. كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم عليكم، ربنا يعوده علينا يا رب بالخير واليمن والبركات. أول حاجة كده إحنا عملنا اليوم ده كان اليوم اللي إحنا نضفنا فيه المطبخ وعملنا له روتين جامد جدًا. كان اليوم ده بقى كده كان فيه سمك، فطبعًا السمك هيتشوى كده قبل المغرب بنُص ساعة، اليوم طبعًا فاضي ما فيش فيه حاجة، فخلاص عملنا الروتين الجميل بقى في المطبخ ونضفنا المطبخ، وكمان قُلنا هنحلّي كده بقى في صينية كنافة تستاهل بُقكم. أول حاجة زي ما أنتم شايفين كده عملنا إيه، جبنا نُص كيلو من الكنافة، ده نُص كيلو بالضبط كنافة، وبعدين حطينا عليه كوباية من السمنة، وزي ما أنتم شايفين قطّعناه كويس جدًا، وغلّفناه بالسمنة برضه كويس جدًا، جدًا. وبعدين كده في صينية وسط بدأنا إن إحنا نضغط عليه بقى كويس كده ونفرد الكنافة بتاعتنا في الصينية اللي انتوا شايفينها دي، وهي دي الكنافة حطيناها كلها النص كيلو، وهنشوف الوقت هنعملها ازاي والخطوات هتبقى معانا سهلة وبسيطة جدا. بس اهم حاجة كده لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسيش كده تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الجميع عشان ان شاء الله اي فيديو انزله يوصلك بيه اشعار وتستفادي منه. وطبعا اهلا وسهلا بكل اخواتي اللي متابعيني ومنوريني على القناة، ربنا يسعد قلوبكم جميعا يا رب. وربنا يكبر بخاطركم اللهم آمين يا رب العالمين. أول حاجة كده هنعمل حرف حلو للكنافة بتاعتنا، هتعملي حرف عالي كده بحيث إن إحنا هنحط الكريمة بتاعتنا وكمان نحط المانجا والجيلي، تبقى كده تدّينا يعني إيه، تدّينا شكل حلو في الآخر، تمام؟ اعملي لها كده حرف عالي. هنحطها بقى كده في الفرن ونحمّرها كويس من تحت ومن فوق ونتأكد إن هي اتحمّرت كويس جدًا. ده الفرن اللي هو الغاز حطيناها فيه كده وطلعت بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. طبعًا الشربات مش محتاجة أقول لكم عليه، الشربات طبعًا شربات تقيل، كوبايتين سكر وكوباية مَيّة وكمان عصرة ليمونة وحطيه كده على النار 5 دقايق بالضبط وطفّي النار، وبعد كده طلّعي الكنافة سخنة واسقيها الشربات ويكون بارد، تمام كده؟ خلاص كده سهلة جدًا. هنسيبها بقى تبرد حوالي كده ساعة، سيبيها تبرد خالص عشان هنحط عليها بقى الكريم شانتيه اللي أنتم شايفينه ده. جبنا كده كيس الكريمة وبعدين هنحط عليه كده لبن متلج، ده كيس اللبن ده كان في الفريزر، طلعناه كده وهنحطه على الكريمة، وبالمضرب بقى وهنضرب الكريمة بتاعتنا كويس جدًا. طبعًا هتحطي شوية من سكر البودرة أو السكر الناعم اللي هو سكر ناعم جدًا، تمام، واضربي بقى كويس جدًا بالمضرب كريمة كريمة خفق، تمام. وبعدين اللهم صل على سيدنا محمد هتبقى جاهزة معانا نحطها على الكنافة، بس أهم حاجة الكنافة بتاعتك تكون باردة جدًا، سيبيها كده ساعة تبرد خالص وتبقى تمام، مقرمشة بقى ومسكرة، وعايزة أقول لكم بجد كنافة ما فيش بعد كده. جربوها أنتم كده وقولوا لي رأيكم فيها إيه. هو إحنا كده عزمنا نفسنا وكمان قلنا هنعمل حاجة حلوة كده ناكلها بعد الشغل اللي إحنا عملناه ده كله. كان يوم بصراحة متعب جدًا وكان يوم طويل. اللهم صل على سيدنا محمد. الكنافة أختي اللي كانت بتعملها مش أنا، تمام. أنا كده باقول لكم على الطريقة، وأنا كنت واقفة باصورها وهي كانت بتعمل الكنافة، تمام. حطينا بقى كده الكريمة على الكنافة وفردناها كويس جدًا. يالّا بقى كده نعمل الجيلي بتاعنا، كوباية من المَيّة وهنغليها، وبعد كده خلاص هنحط فيها كيس الجيلي ده جيلي مانجا، هنقلّب كويس، هنرفعها على النار حوالي كده دقيقتين، تمام. وبعد كده نحط عليها كوباية من المَيّة الساقعة ونسيبها خلاص تبرد برضه شوية حاجة بسيطة، وبعد كده إن شاء الله نحطها على الكنافة. الطريقة بصراحة سهلة، أنتِ شايفة إن الطريقة بتحتاج حاجات كتير فوق بعضها، بس بجد أول ما هتعمليها هتلاقي الطريقة سهلة جدًا. دي بقى كده المانجاية هنقشرها ونقطعها مكعبات صغيرة جدًا، وتبقى جاهزة إن إحنا نحطها على الجيلي. الجيلي طبعًا بيرد شوية، يعني مش سخن أوي. بعد كده هنضيفه على الكريمة بتاعتنا بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي. وبعدين هنضيف بقى قطع المانجا بتاعتنا على الوش. شايفين بقى صينية كنافة تستاهل بقكم بجد، حاجة كده مفيش بعد كده بصراحة، مقرمشة كده من تحت والكريمة بتاعتها بقى كده مع المانجا عطيانة كده حاجة طعم جميل جدا.
وزعي بقى كده المانجا زي ما انت تحبي، وزعي المانجا على الصينيه كلها، وحطيها بقى كده في التلاجة لمدة ساعة. طبعا التلاجة او الفريزر، لو عايزة في الفريزر حاجة بسيطة كده ربع ساعة، وبعد كده انقليها في التلاجة من تحت. المهم هتطلع معاكي زي العسل، وهتتقطع معاكي كده بكل سهولة. شايفين عاملة ازاي وقوامها عامل ازاي؟ ما شاء الله. ولا طعمها بقى. المهم ده كان طبق صيني كده فايض من الاطباق بتاعت امي الصيني. طلعناه كده، وهنحط بقى عليه وهنقدم مع بعض الكنافة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. ما خدتش معانا وقت على فكرة، لان هي كلها كده سهلة. واول حاجة بس بنحط الكنافة في الفرن، بعد كده كل المكونات بتاعتنا بتعمليها وبتضيفيها في التلاجة، فبتبقى معاكي زي الفل. شايفين عاملة ازاي؟ ما شاء الله. ولا قوة الا بالله. بتمنى بقى لو انتي وصلت لحد هنا كده من الفيديو، بحب اشكرك جدا لحسن استماعك لينا. وبتمنى منك لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسيش كده تنوريني وتشجعيني، لان كده مش هكمل غير وانتوا معايا وبتشجعوني على القناة. عايزة اقول لكم انا بقالي سنتين على القناة، حاسة ان بكلم نفسي مش عارفة ليه. فبتمنى منكم كده تشجعوني عشان افضل مستمرة معاكم ان شاء الله. يعني حسسوني كده ان انا مش بكلم نفسي على القناة. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. فيديو يستاهل بجد لايك حلو من ايديكي كده، وبستاهل تدعميني. وكمان ما تنسيش كده دعوة حلوة بظهر الغيب. وطبعا انا بدعيلكم والله العظيم ربنا يكبر بخاطركم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. كل واحدة كده بتشاهدني على القناة، كل واحدة بتحط لي لايك، كل واحدة بتكبر بخاطري كده ولو بكلمة حلوة منها. ربنا يكبر بخاطركم جميعا يا رب. ان شاء الله تحققوا كل اللي نفسكم فيه، عاجلا غير آجلا بإذن الله. وربنا كده يجعلني خايفة على قلوبكم، واقدر افيدكم بمعلومة بسيطة جدا. وأخيرا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، في حفظ الله ورعايته.